السلام والمحبة لكل قلب طيب وجميل بيتفرج عليا وبيشوفني من أي مكان في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى الفيديو مش عندي، عند أمي، ربنا يبارك فيها يا رب ويخلي لنا كل أمهاتنا. فأنا اخترت يعني ان انا ما اكملش الروتين عندي في البيت. قلت خلاص انا كده كده معايا رمضان كله يعني وكده. انا هاعمل عند امي وكده، فقلت بقى هي اولى مني. وانا كده كده شقتي يعني طول رمضان انا قاعده فيها، بس طبعا انتوا عارفين الصيام وكده، وضيق الوقت بيخلي الواحد ما يخرجش. فقلت خلاص انا اعمل. بصوا هنا عملت مصيبه مصيبه. وقعت الصوره بتاعت بابا. بصوا بقى، فاخترت ان انا اعمل عند امي. بصوا الروتينات صعبة جدا. انا طلع عيني في اليومين دول، هما يومين بصراحة. طلع عيني بجد يعني، بس مش من الترويق وكده، لا. من بنتي كانت بتسنن وكده فطلعت عيني يعني. المهم ما علينا. اول حاجة عملتها طبعا ان انا نفضت كل حاجة بالمقشة. ليه؟ لان التراب ناعم جدا طبعا، لان احنا في اول دور زي ما قلت لكم قبل كده. ف عندنا التراب ناعم جدا جدا يعني. شايفين انا بوريكم ايه اللي بيطلع، يعني بوريكم هي بتطلع ايه. وبعد ما خلصت تنفيض وكل حاجة ونفضت النيش وكده، قمت مسحت بالمساحة دي. طبعا انا باخد حرف ال عشان ما اغلطش، فاهمين؟ عشان ما اسيبش حتة وكده. بصوا هنا بقى، بصوا انا ما عجبتنيش المساحة دي في الدهان ده. يعني هي كانت عايزة الدهان اللي هو زي دهاني، انا دهاني اسمه كمبيوتر باين، مش فاكرة اسمه دهان ايه. المهم ان الدهاني شوية محبحب يعني، مش زي ده كده ناعم وبيلمع. مش عارفة بصراحة أساميهم من بعض، بس اللي أعرفه إن الدهان ده يعني حلو جدا، بس سهل في تنظيفه وكده. وبتاعنا صعب شوية يعني، بس أنا بتاعي أغلى طبعا يعني. المهم، كنت ما عجبتنيش خالص المساحة فيه بصراحة. حسيتها ان هو لأ، اللي هي المساحة العادية بتاعة الحضان العادية اللي احنا بنفكها ونعصرها ونغسلها ونحطها تاني وكده، هي دي اللي أحلى في الدهان ده بصراحة يعني. هنا بقى دخلت على الأوضة التانية، لأن أنا نظامي عند بيت بابا ايه، يعني بنضف الأول التراب وبعد كده بمسح، فاهمين؟ وبخلص كل حاجة وبعدين يعني أنضف وأمسح الحيطان وكده، وبعد كده أمسح ايه الأرضية مع بعض. ليه؟ لأن هي صالة وأوضة، فاهمين؟ وعندنا على فكرة منظرة تاني كبيرة يعني، يمكن اللي شاف روتين ماما قبل كده. انا حكيت احنا بيتنا عامل ازاي. احنا بيتنا يعني فوق 3 اوض وصالة، اللي هو شقة اخويا وكده. لكن احنا تحت عشان خاطر بيت عيلة وكده، فلازم يبقى عندنا منظرة كبيرة تلم العيلة كلها، فاهمين؟ فبابا عمل منظرة كبيرة وأوضة وصالة، يعني أوضة وصالة تانية اللي هي أنا كنت بلمع فيها وبنضف فيها من شوية. بس أوض كبيرة طبعا، يعني أوضة دي كبيرة يعني، واخدة ما شاء الله، شايفين قد ايه، 3 سراير ودولاب وترابيزة وتلفزيون، ولسه ما شاء الله فيها واسعة يعني كمان. بس هي دي بقى الصالة، يعني دي ممكن تتعمل أوضة أصلا يعني، فاهمين؟ وممكن احنا نعمل المنظرة هي صالة، لكن لأ، هو بابا عمل العكس يعني عشان خاطر آه، مش عارفة. بس هي بتنفع يعني في المناسبات، في لمتنا، في أي حاجة. المنظرة بصراحة أكتر حاجة يعني نفعانا بصراحة. المهم، هنا بقى كنست طبعا، بكنس وبروق في نفس الوقت. عشان ايه؟ اجي امسح على طول. بس ده كله وانا مش يعني مش على طول، لا لا لا. بنتي كانت كل شوية عايزة ترضع، بتزن، عايزاني اقعد وبس، مش عايزاني اعمل اي حاجة يعني بجد والله. وماما كانت يا لهوي كل شوية تزعق، تقولي انا مش عايزاكي تعملي لي حاجة يا بنتي، الدنيا نظيفة يا بنتي. اقول لها طيب نظيفة ماشي، بس انا برضه عايزة اعمل. وهي طبعا صعبان عليها حفيدتها ان هي بتعيط، يعني مش عايزة حفيدتها تعيط وكده. اهو هنا بقى بصوا، دي الكنبة التانية. نضفتها وبعد كده هكنس واكمل كنيس اهو. ليه بقى انا بعمل كده؟ عشان ايه؟ اطلع يعني بالاوضتين مرة واحدة. انا الاوض، انا عامة شقة بابا
مش بتتعبني خالص، اولا لان هي طبعا زي ما انتوا شايفين آه ما فيهاش، هي اوضه وصاله ومنظره. انا كنت هعمل المنظره بس عشان هتشوفوا انا الفيديو الجاي اللي انا هنزله لكم عملت المطبخ، فالمطبخ يعني دمار دمار، كان فيه دهون كتير وكان فيه حاجات كتير عايزه تتنضف، ويا ريتني كمان قدرت ان انا يعني اعمل زي ما انا عايزه. يعني برضو في حاجات، يعني هو بس البوتاجاز، بس البوتاجاز ان شاء الله هعمله لها يعني في رمضان باذن الله. بس عشان خاطر ايلا، بجد انا بقول لكم ايلا طلعت عينينا طلعت عينينا بجد والله. يلا الحمد لله. دخلت على الاوضه بقى وفرشته، فرشت السراير وكده. بصوا قالوا لي مستنياني عشان عايزه تنام فقلت لها هفرش ونامي على نظافه. هفرش السرير وانام على نظافه. بصوا اهو غطيتها ونامت على طول. بصوا انا بعد ما فرشت السرير الاولاني ده ما لقيتش الملايه التكمله بتاعتها، رحت قلت خلاص انا هفرش الملايه دي. دي 3، يعني دي 3 ملايات. آمم، بعد ما فرشت اللي هي التانية، رُحت قُلت خلاص بُصّوا عشان آيلا، يعني أنا قُلت في بالي طبعًا، عشان آيلا بتعيّط وبتزن وما باصدّق تسكت حتى 5 دقايق وأعمل فيها الحاجة، أنا هاكمّل كنيس ومسيح، وبعدين بُصّوا ماما يا عيني بتساعدني عشان أنجز. هي صعبانة عليها، صعبانة أنا عليها يعني، وصعبانة طبعًا عليها أيضًا إنها بتعيط. آمم، فقُلت خلاص بعدين هابقى إيه، هابقى أغيّرها، يعني الأول أكنس، لإن الكنيس والمسيح أصعب يعني. ممكن أمسح وما تخلّينيش أكمّل، وفعلًا هي عملت كده في المطبخ والله. يعني المطبخ أنا ده خدت فيه برضه اليومين، يعني أنا عملت ده ودخلت على المطبخ، عملت الصالة والأوضة ودخلت على المطبخ، لكن هي ما خلتنيش أكمّل والله، تصدقوا ما خلتنيش أكمّل خالص، فاضطريت إن أنا أكمّل المطبخ تاني يوم. عشان كده كمان المطبخ هييجي لكم على مرتين، أولًا لإني الحاجة اللي عملتها كتيرة أوي، أوي فيه، ثانيًا يعني التفاصيل كتيرة، ثانيًا لإني كمان مش عايزة الفيديو يبقى طويل أوي عليكم يعني. المهم هنا بقى كنست وخلصت. شوفوا طلعت الأوضة على الصالة، فاهمين؟ هنا بكنس تاني مع انها نظيفة، بس متفهموش يمكن عشان العيال داخلين طالعين، فقلت لا اكنسها تاني واعدي عليها تاني. انا اصلا عشان بدلق مية وكده، فمش حابة ان يبقى فيه اي حاجة انا مش شايفاها، او اي حاجة موجودة من العيال وكده. اهو كده لميت كده كل الباسكت اهو. وجريت دي برضو عشان اعمل وراها اهو اللي هي دي قدام الباب، قدام باب الحمام يعني. ده دولاب هو بنحط فيه برضو تبع المطبخ وكده ماما بتشيل فيه حاجات معينة يعني، الحاجات اللي احنا مش بنستخدمها بصراحة. بصوا هنا بقى لميت بقى كل حاجة، ولميت الباسكت وخلاص، هندلق ميه ونمسح على طول، وبعدين بقى هدخل على المطبخ. بس هكون ايه خلصت الاوضتين وخلصت الصالة والأوضة وكده. انا بحس دايما ان بيت بابا يعني اسهل من شقتي، مش عارفة ليه. يعني بغض النظر عن العيال والله اللي يعني او عيلة اللي بتعطلني في الموضوع، بس انا بحس ان هي سهلة. وبرضه عشان مش عشان أوضة وصالة يعني، باحس إن أنا متعودة عليه أكتر من شقتي، يعني وعارفة التفاصيل أكتر من شقتي. طبعًا مش عارفة ليه، مع إني أنا عِشت في شقتي يعتبر برضه 10 سنين، وفي بيت بابا يعني عِشت كتير صح، 20 سنة 20 سنة أو 21 سنة. أنا اتجوزت وأنا عندي 21 سنة، ف20 سنة أهو. باحس إن أنا أعرف كل حاجة، أعرف إزاي أوضّبه بسرعة، أعرف إيه اللي ليه وإزاي أعمله وإزاي أنضّفه. في شقتي ممكن أنسى حاجة، ممكن ما أعملش فوق الدولاب مثلًا، باحس إن أنا أقدر يعني أنجز فيه، فاهمين؟ مش عارفة والله، هو ده إحساسي، مش عارفة يمكن عشان عِشت 20 سنة، لمّا أكمّل بقى ال10 سنين هنا في شقتي هتلاقوني رهوان. أنا زي ما قُلت لكم قبل كده طبعًا إني بابا يعني إحنا المنور بتاعنا مشترك مع إيه، مع الجامع وكده، فعندنا اللي هي اللي هي الشبابيك اللي هي بتبقى داخلة لجوّه دي، وريتها لكم أنا قبل كده في الروتين بتاع ماما بتاع المرة اللي عدت، و... وفهمتها لكم كويس يعني. بس ف برضو ده بيدخل تراب كتير جدا، فاحنا في الشتاء بنقفله، بس في الصيف بنبقى فاتحينه وكده. فموضوع ان احنا نبقى اول
اول دور وفي الارض وكده، واحنا عندنا طبعا العيال كلها بتلعب في الشارع والكلام ده، فده كله بيخلي البيت مليان تراب ناعم يعني. مش يعني هو بينشف بينضف بسرعة اقصد، بس ايه برضو يعني بيتوسخ بسرعة، فاهمين؟ بيطرب، مش بيبقى منعكش بقى، وفيه طبعا عشان ما فيهوش اطفال كتير الا وقت ما بنتجمع، فده اللي بيخلي ممكن يتوسخ، لكن هو بيطرب يعني. بس كده اكون خلصت اهو كده، شايفين؟ انا هوريكم بقى الشكل النهائي في الصاله في الاوضه. اختي بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت كل فيديو تقعدي تضحكي وخلاص، يعني ليه الضحك ده اللي هو من غير اي حاجه؟ قلت لها والله ما اعرف، انا بحب اضحك يعني. بتقول لي انت بتضحكي على طول من غير اي سبب. طب هو مين هيضحك معايا؟ انا بضحك مع نفسي، ما انا اللي بتكلم. لا خلاص مش هضحك تاني، هو عشان اختي ما تضربنيش، لان اختي دي بتدي بالقلم على طول، ما عندهاش وقت. هي مربياني اساسا، فمن انا وصغيره تقعد بصوا بالقلم على طول، يعني خدي ده خد شويه قلامه منها، فمش ناقصه الحكايه. فانا مش هضحك تاني يا جدعان، وهقعد مؤدبه. ايه رايكم؟ بضحك برضو، يا لهوي هتضرب. هنا بقى كده فرشت الحافظة دي الأخيرة، الحمرا هنا، لأن احنا طبعا بيت عيلة وأطفال كتير 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 ما شاء الله، ف لازم نعمل الحافظة دي. عشان ايه؟ تحافظ على البيت وكده. اكون خلصت معاكم البيت. استنوني بقى الفيديو الجاي، بصوا جامد جدا. سلام عليكم.